في هذا المركز الطبي حيث مدينة زيورخ السويسرية توافد أبناء الجالية العراقية للتبرع بالدم كخطوة للتعريف بمبادئ الثورة الحسينية والأسس الأخلاقية والفكرية التي انطلقت منها. تبرعت بالدم حبا بالإمام الحسين، ونعرف العالم أنه الدين الإسلامي دين الإمام الحسين هو الدين محبة لكل الشعوب العالم، وإحنا بسويسرا وهذا أقل شيء نسويه لأبا عبد الله الحسين سلام الله عليه، هذا أقل شيء. مخاطبة المجتمعات الأوروبية بالطرق والفعاليات هذا قد تحتاجها الجاليات المسلمة أكثر من أي وقت مضى في ظل ما ترتكبه الجماعات المتطرفة من أعمال إرهابية أحدث شرخا كبيرا في هذه المجتمعات. يعني احنا نريد نعطي الوجه الناصع للإسلام ونبين للعالم أجمع دور أئمتنا والرسالة الإنسانية للإسلام، فنريد نبين الفرق الشاسع بيننا وبينهم دولة، بين احنا مذهب أهل البيت ورسالة أهل البيت ومع الناس الآخرين اللي يشوهون ويساءوا للإسلام بكل معنى الكلمة. الإرث الأخلاقي والديني الذي تركه الحسين في التحرر والإباء والتضحية والبناء الفكري الصحيح هو من حافظ على ديمومة الثورة وشخصية الإمام عليه السلام التي كتبت منهاجا تلاقفته الأجيال اللاحقة بقي حيا رغم الفارق الزمني الكبير. أريد نوصل رسالة الحسين عليه السلام، رسالة الإنسانية للإمام الحسين لجميع البشرية لجميع الإنسانية. فهو يوم عاشوراء كان يبكي على أعدائه، فبهذه الحالة احنا نمشي على مدرسة الإمام الحسين واحنا نساعد جميع الناس وما محدد المساعدة لنوع من البشر. احنا اجينا هنا نتبرع بدمنا في ثوابا لشهادة الإمام الحسين عليه السلام، وإن شاء الله نتمنى الأمة الإسلامية الأمن والأمان والنصر لحشدنا الشعبي إن شاء الله المبارك، وسلامة الأهل والأخوة بالعراق إن شاء الله، وبلد آمن والخير يعم على الجميع إن شاء الله. الفعالية الفكرية الناضجة هذا بلا شك ألفتت انتباه الرأي العام الدولي حول حقيقة شخصية الحسين وما شكلته من نقطة تحول كبيرة ليس في التاريخ الإسلامي فحسب بل للإنسانية بصورة عامة. تفاجأت اليوم وأنا أنظر إلى هذه الخطوة، هي في الاتجاه الصحيح لإظهار الدين الإسلامي بشكل جيد على العكس مما يرسمه الإرهابيين من صورة مشوهة. على الجانب الآخر وفي إحدى أحياء زيورخ مجلس عزاء واظب القائمون على إقامته رغم قلة الجالية المسلمة المتواجدة هنا، فاقتفاء أثر الحسين بحد ذاته منهجا تربويا وأخلاقيا رسم ملامح مجتمعات عدة. إحياء هذه المناسبة العظيمة مناسبة عاشوراء هو تكريس وإحياء هذه المبادئ الثابتة في قلوبنا وفي أذهاننا وتعليم هذا المنهج وهذا المبدأ لأطفالنا المولودون هنا في هذه الغربة. خطوات من شأنها أن تدفع العالم الغربي للبحث والاطلاع أكثر على شخصية الإمام الحسين عليه السلام والمبادئ السامية التي انطلقت منها الثورة وما خرجت بها من نتائج بنيت على تعاليم الإسلام الصحيحة. لبرنامج صباح العراقية أحمد التميمي، زيورخ، سويسرا.